ليه هنري لبس قميص بورتسموث وسقف لجمهوره رغم انه ما لعبش ليهم؟ الموضوع ده وراه حكايه. سنه 2004 ارسنال فازت بدوري لا هزيمه وهنري كان متالق جدا. ماتش بقى قصاد بورتسموث في الكاس وعلى ملعبهم في راتون بارك، هنري قلب الماتش لحصه تدريبيه وسجل هدفين وعمل كل حاجه ممكن تتعمل في الكوره. طبيعي ان جمهور المنافس يزوم ويصفر عليك، لكن في الدقايق الاخيره للماتش الكل اتفاجئ باللي عمله. فجاه جماهير بورتسموث كلها وقفت وقامت تسقف وتقول هنري هنري او اونري على حسب ثقافته. عايز اقول لك ان من كتر انبهارهم قعدوا يقولوا للاداره مضوا دلوقتي، مجانين دول ولا ايه؟ الاسطوره الفرنسي اتصدم من كميه الحب دي وقرر هو كمان يرد لهم التحيه بطريقه غريبه. بعد صفاره النهايه هنري قلع القميص بتاعه وبدله مع لاعب الفريق المنافس لوا، وبدل ما يمسكه في ايده او يحطه على كتفه زي ما بيحصل عادي، قرر يفاجئنا كلنا ويلبسه. فضل لابس القميص وهو بيلف الملعب وبيحيي جماهير بورتسموث. هنري قال بعدها ان دي واحده من اعظم لحظات حياته وان هو ما شافش تقدير زي ده قبل كده. فكر انت بقى بعد ما سمعت القصه دي مين اللاعب اللي في الجيل الحالي اللي ممكن تتكرر معاه؟ يبقى قول لي في الكومنتات وتصحابكم السلام.